العين المبطنة هي كل عين فيها الجفن العلوي فيها جلد زائد. وفي هذه الحالة إذا اعتمدنا طريقة المكياج الخاطئة كيف ما كنوريكم غادي تهبط الجلدة على العين وغادي تبان العين مكورة وغليظة وما زويناش وما غيبانش المكياج. اما بالطريقة هذه اللي كتشوفوا دابا ما كيبانش داك الديفو ديال العين، بالعكس كتبان العين زوينه. وهي هذيك نبداو بالمكياج. اول حاجه كديري الكونسيلر ديالك. انا ما اعتمدت ما نوري حتى شي حاجه لا مارك باش نمشي معاكم في خاطري، وكل فيديو قصير ماشي طويل الا بقيت نقول لكم كل حاجه وشنو كتصلاح وكل حاجه ولا مارك ديالها وهذه حسن وهذه قل، نخليوها فيديو واحد اخر ان شاء الله فغنطول عليكم. المهم كدوري على العين كامل حتى الفوق والجناب كل شيء، كتحاولي تهبطي لتحت ماشي غير من تحت العين وصافي باش كيبيض كاع المناطق ونبداو المكياج ديالنا في خاطرنا. اي نوع البانسو كنوريكم هنا هذا باش غادي نمزج اللون مفتوح من فوق عينيا على العين كامله كيف ما كنوريكم بهذه الطريقه هذه. موراها خديت بانسو بهذه الطريقه وغادي نجي على النص د العين، هانتوما كتلاحظوا نص العين وغادي نبقى نهبط بحال شكل ايلاينر كنديرو، وهو كنديرو من باليت. موراها كنهز بانسو صغير منه ديال الايلاينر رقيق وكندير النص عاوتاني صغيور كي كتلاحظوا من تحت منه. اختاروا اي لون، انا اختاريت موف شويه باش يكسر ليا داك اللون الترابي وغادي يجي بارد ما غاديش يجي مغلوق كيف ما كتلاحظوا. كنجيبو من كي كنوريكم من نص لنص ديال العين باش كتجيش العين مبطنه. وهنا خديت بانسو فحال هذاك هذا نقيقي واحد اخر ديال الايلاينر، درت شويه ديال الكحل وغادي نهبط فحال اللي غادي ندير به الايلاينر. وما تهزوش الهم بالنسبه للوسخ ديال العين في الجنب، غادي نوريكم الطريقه ديال التنقيه بطريقه زوينه واحترافيه وسهله. المهم هنا خديت لون اخر، خديت لون ترابي مفتوح على شكل ذهبي وبغيون بسيط فيه ودرتو. وهنا خديت الايلاينر وعاودته على المنطقه اللي وريتكم اللي فيها الكحوله وقديته بشويه. وهنا غادي نمزجو مزيان، تبعوا شويه بطريقه كيف ما كنوريكم وكونوا مأكدين غيطلع لكم مكياج واعر وحسن من هذا كاع. المهم هنا بغيت نوريكم الجنب العين كيفاش كنردوا على شكل حوته كنهبطوا، كتجروا النويف من الجنيب بشويه وعاد كتهبطوا الايلاينر ديالكم وكيجيكم واعر وعلى ضمانتي. المهم الا تبعتي ميتا بشويه بالطريقه اللي انا كنوريك كوني مأكده غادي يطلع لك المكياج خطير. هنا خديت اي لاكارت بانكا لاكارت ناسيونال اي لاكارت عندك ديري عليها لي لانجيت وسحبيها اختي بديك الطريقه كتجي احترافيه. راني وريتك لي لانجيت كيفاش بقى فيه المكياج كي كيغبر الوجه اللهم نيطوي. شتي كي كتجي السحبه خطيره. هنا رجعت درت شويه ديال اللون ترابي من تحت عيني باش غادي يجي طريقه العين زوينه. هنا اخر مرحله اللي هي الماسكارا غادي نجبد بها رموشي مزيان. كنوريكم كل نوع د الماسكارا كي داير، انا كنختار هذا النوع يعني الفرشه ديالو كيفاش دايره هي اللي كتناسب لي الرموش ديال عينيا. المهم هنا غادي نبقى في الاول كنهبطهم مزيان بعد نولي نطلع بهذه الطريقه كتلاحظوا مزيان حتى كنطلع الرموش ديالي. وخدموا على الرميشات ديال عينيكم مزيان، انا ما كنركبهمش يعني ما عندهم حتى شي داعي بالنسبه لي دابا صافي كنصوبهم وراهم مريحين الحمد لله حيت عندي كنعتني بهم. والوصفات ديالهم راه ديجا كنديرها في اليوتيوب الا بغيتوا تدخلوا تستافدوا بشحال من حاجه مرحبا بكم والف مرحبا. المهم هنا كنكمل عويناتي وغادي نوريكم ميتا في التالي كي غادي تجي. تبعوا كل شيء وغادي يعجبكم. اعتمدت انني ندير لا فيديو قصير ماشي طويل باش شوفوا العين. رجعوا لا فيديو تشوفوا الاول ديال الفيديو مع التالي وغيبان لكم الفرق الشاسع. العين كيفاش جايه محوته وهابطه مع العين مبطنه ودايره. وبيزو ليكم ومبغيتش نطول عليكم في لا فيديو، ما تخليوليش جيم وكومونتير وبارطاج. باي.